أنا اسمي هدى، عندي 55 سنة. عشت مشاعر قاسية جدا، وعشت مشاعر من الحرمان والاحتياج بعد وفاة جوزي. هي يمكن السبب الأساسي في إني أنا دلوقتي بحكي ليكم قصتي. أنا اتجوزت وأنا عندي 22 سنة. أنا وجوزي بدأنا حياتنا في دولة أوروبية، وكانت بداية حياتنا وشغله ومستقبله هناك، وكان بيعافر علشان يسافر. ولما ربنا كرمه وسافر، طبعا سافرت معاه، لأني من بداية جوازنا وأنا طول حياتي بحب الحياة، وبحب الانطلاق، وبحب أعيش وأستمتع بكل حاجة في الحياة. ومن ضمن الاستمتاع ده هي العلاقة الجسدية اللي بتكون بيني وما بين جوزي. علشان كده ورغم صعوبة الحياة بعيد عن الأهل، إلا إني وافقت إني أنا أسافر معاه، علشان ما كانش عندي أي استعداد إني أنا أكون في بلد وهو في بلد تاني، لأنه صعب عليا إني أنا أستحمل العيشة دي، خصوصا وإن علاقتي أنا وجوزي ما كانتش علاقة عادية. يعني العلاقة الحميمة بالنسبة لي كانت حاجة ليها قيمة، اللي بنعتز بيها. إحنا الاتنين بنعملها بإحساس وبحب وباستمرار، وبنحاول إن إحنا ننبسط فيها على قد لما نقدر. وبعد ما سافرنا كمان للدولة الأوروبية، بقى عندنا تفتح أكتر للحاجات دي. هناك بجد بتدرس، ومفيش أي خجل، والكلام فيها عادي جدا. وكمان في أدوية علشان تساعد الرجل والست على الاستمتاع بالعلاقة الزوجية اللي هي ما بينهم. وأنا طول عمري دي طبيعتي، وأنا بحب العلاقة الجنسية جدا، وعلشان كده مرضتش أسيب جوزي. وفعلا عشت معاه طول حياتي، اللي من خلالها خلفت منه ولد وبنت. والولاد كبروا، رغم إني أنا وصلت لسن ال50، إلا إننا لسه أنا وهو بنستمتع بالعلاقة الزوجية. وبالنسبة لي هي حاجة زي ما قلتلكم كده مهمة جدا، زي الأكل والشرب والهوى، بنحب نعملها قوي، وما ينفعش أبدا إن هي ما تحصلش. جوزي كان قوي جدا معايا. لما توفى كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة ليا. أول حاجة حسيت بفقدانها فيها هي كانت العلاقة الجسدية دي. يعني كان سايبنا في أمورنا المادية أحسن حال، مفيش أي مشكلة. الحاجة الوحيدة اللي فرقت معايا وبعد الوقت ما عدى، وبعد صدمتي من موته ما عدت ولقيت نفسي محتاجاها، هي كانت العلاقة. ولأني أنا فعلا ما بقدرش أعيش من غيرها، وبعد وصولي كمان للسن ده، إلا أني كنت محافظة على نفسي، وكانت بالنسبة لي برضو هي الحاجة الضرورية جدا، وما ينفعش أعيش من غيرها. فلما كلمت بعض المعارف والأصدقاء اللي هناك يعني، فاقترحوا عليا إني أنا مفيش مشكلة غير إن أنا أتجوز، ودي حاجة طبيعية إني أنا أتجوز يعني، حتى أيا كانت إيه هي الأسباب. فكانت ساعتها أنا عندي ولد وبنت. بنتي كانت اتجوزت في حياة أبوها، وبرضه اتجوزت واحد مش أجنبي، واتجوزت واحد عربي، ولكن برضه بيشتغل هناك، وكانت عايشة معاه كويسة جدا، وكمان خلفت وحياتها مستقرة قوي. هو ما كانش طبعا فاضل غير أنا وابني، اللي بمنتهى البساطة ابني كان عنده في الوقت ده 20 سنة. فكنا إحنا الصراحة يعني كنا عايشين على الطريقة الأوروبية. يعني ابني كان ليه علاقات وكان ليه أصدقاء، وكان بيمارس حياته بشكل زيهم يعني. ما كناش مثلا إحنا متمسكين بعادات العرب أو بتقاليدهم أو بالكلام ده، لأن كنا متفتحين جدا مع الدولة اللي إحنا كنا عايشين فيها، وبنتعامل عادي جدا، ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة. ابني كان بيشرب خمور، وكان ليه صداقات وكل حاجة طبيعي، وأوقات كتير كان بيبات عند صحباته بره البيت، والكلام ده كان حتى في وجود أبوه الله يرحمه. فبعد بقى يعني بعد لما لقيت بقى نفسي فعلا محطوطة في موقف صعب جدا، حاولت إني أنا أتغاضى الأحاسيس والمشاعر دي، وإني أنا أثبتها جوايا لمدة سنة كاملة. مش قادرة بجد، الموضوع فارق معايا جدا ومؤثر فيا. وعلشان أنا يعني ما كانش تفكيري إني أنا أعمل حاجة غلط، أو إني أنا حتى أعمل حاجة حرام، اقتنعت بفكرة الأصدقاء المقربين إن هنا الحياة بتبتدي بعد سن ال60، وفي ناس كتير جدا بتحتاج تتجوز، وتقدري إن انتي تتجوزي وتعيشي حياتك، والحي يبقى أبقى من الميت، وانتي مش ضامنة ممكن تعيشي قد إيه. ما انتي ممكن تعيشي كتير، طب ليه تعيشي محرومة؟ وطبعا مع حبي والاستمتاع بالشيء ده، ابتديت إن أنا أعرض الفكرة الأول على بنتي، لأني أنا كنت خايفة ومتخوفة منها. ما كانت بنتي يعني ممكن تتحسس الموضوع ده.
فلما كلمتها لقيتها رحبت جدا بالفكرة وقالت لي إيه المشكلة يا ماما؟ انت من حقك ان انت يعني تتجوزي، ودي حاجة مش عيب ولا غلط ولا حرام، ربنا محللها علشان كده، وانت احتياجك الجسدي يعني حاجة ضرورية جدا بالنسبة لك، وانت بتحبي الحاجة دي، فأكيد طبعا أنا برحب جدا بالفكرة دي. حتى جوزها سمع الكلام ده وكده وبرضه قال لي نفس الكلام، قال لي حضرتك مش كبيرة قوي ولا حاجة، ومن حقك ان انت يعني تعيشي حياة سعيدة في الفترة اللي باقية من عمرك، ايا كانت بقى هي قد ايه، وانا مع ان انت ترتبطي وتتجوزي، مفيش اي مشكلة، ومش شايف ان هي يعني حاجة تتخجلي منها ولا خليكي مخسوفة ولا اي شيء. وقد كان فعلا خلاص ابتديت بقى احط الفكرة دي قصاد عيني، انا بقى هخرج عادي واطلع عادي واسهر عادي لحد لما كمان حد من صحباتي قالوا لي إن هم كمان ممكن يشوفوا لي عريس، الموضوع ده عندهم عادي جدا، فما كنتش عايزة يعني أنا يكون في علاقة جسدية ما بيني وما بين شخص من غير جواز، وكان بالنسبة لي يعني إن الموضوع ده خلاص بقى سهل جدا. فقعدت بقى مع ابني في يوم من الأيام وكلمته في التليفون وقلت له أنا عايزاك تكون موجود النهاردة في البيت، يعني ما تسهرش بره وكده، علشان أنا عايزة أتكلم معاك في حاجة ضروري جدا. جه فعلا ابني. أول حاجة قلتها له، أنت عارف طبعا إن باباك كده ميت بقاله تقريبا سنة، وإني أنا يعني حاسة إني أنا مفتقداه جدا، وفي حاجات مش هقدر إن أنا أتكلم معاك فيها، لكن أنا محتاجاها دلوقتي. أنا دلوقتي محتاجة إني أنا أتجوز، وإني اوريدي يعني فعلا بدور على العريس، أو يعني في أصدقاء مقربين ليا بيقولوا لي إنك هتلاقي عريس وهتتجوزي، وأنا حاليا في طريقي إني أنا هتعرف على حد علشان نتجوز، مش علشان أعمل حاجة غلط أو صاحب ولا أمشي ولا الكلام ده كله. فلقيته ابني بيتكلم معايا بجراءة غير طبيعية، وأول حاجة بيقولها، هو أنت عايزة تتجوزي واحد علشان ينام معاكي؟ فأنا طبعا اتصدمت من الكلمة دي، مهما كان يعني التفتح اللي احنا فيه، إلا إني عمري يعني ما اتكلمت مع ابني في الكلام ده. فقلت له أنت مجنون؟ إيه الكلمة دي؟ اتكلم معايا بأدب. راح قايل لي لأ، ما هو كده معناها كده، انت ايه اللي محتاجاه من باباك يعني بعد موته؟ مش لاقية يعني فلوس؟ الفلوس موجودة وبيت موجود وكل حاجة موجودة، ما فضلش غير ايه؟ غير النوم. فمرضتش أرد عليه ورحت قايلاه، أيا كان هو ايه السبب، فأنا محتاجة إني أنا أتجوز، وأنا سألت أختك وحتى جوز أختك، يعني مش محرج ولا أي حاجة، قال لي بالعكس أنت عندك حق، يعني ما فضلش غيرك. راح قايل لي طيب أنت يا ماما بتعملي كده ليه؟ ما أنا هو موجود. رحت لطشتها على وشه، لأن الكلمة بتاعته دي صدمتني جدا، فلقيته بص لي كده وبيقول لي انتي بتضربيني ليه؟ مش انتي عايزة واحد يعمل كذا وكذا؟ قالها لي كده لفظيا. رحتي ضرباني بالقالم. قال لي أنا بوفر عليكي إن انتي تروحي تتجوزي راجل عجوز من سنك، إن أنا شابة وصغيرة، والحاجات دي على فكرة عادي جدا، ليا أصدقاء كتير هنا بيعملوا العلاقات دي عادي. واللي فهمته منه بعد كده إن هو حضر علاقة ثلاثية مع واحد زميله ومع أمه. يمكن أنا ما كنتش قريبة من ابني كفاية إني أنا أعرف وأفهم هو بيبقى فين، أنا كان كل اللي في خيالي إن هو ليه أصدقاء وبيتعامل معاهم زي ما هم يعني متعودين هناك، يعني المساكنة والحاجات اللي هم بيعملوها دي. أنا ما كنتش بعمل الكلام ده، بس ابني خلاص خد على الجو ده وعاش بالطريقة بتاعتهم، ما كنتش قادرة إني أنا أحكم عليه. بصراحة ما كنتش بدخل، لكن الموضوع جه ناحيتي بقى، وحسيت بالإهانة واتضايقت جدا منه، واتضايقت كمان من نفسي، وفضلت قاعدة متغاظة إزاي ابني يقول لي كده، ولا قدرت طبعا ولا اتشجعت إني أحكي لأخته، ما قدرتش أحكي ليها أي حاجة ولا أتكلم مع أي حد في حاجة زي كده. فراح قايل لي نهاية الكلام، أنا قلت لك أهو، لو عايزة الحاجة دي أنا قدامك، لكن لو اتجوزتي والله لأقتلك وأقتله هو كمان. قلت له إيه اللي بتقوله ده؟ أنت مجنون يا ابني ولا إيه؟ أنت عبيط؟ أنت إزاي بتهددني؟ قال لي أنا بقولك كده وخلاص، وأنا هريحك وأعمل لك اللي أنت عايزاه، ما قلتلكيش لأ. فقلت له ده حرام، حرام اللي أنت بتتكلم فيه ده، أنت مجنون. ورحت إيه قافلة الكلام معاه، ودخلت جوه أوضتي وأنا منهارة ومتضايقة ومتعصبة. بجد كنت فعلا يعني ما عنديش أي استعداد اللي هو بيقوله ده خالص، ولا أي حاجة من الحاجات دي، ولا حتى عمرها جت في بالي أبدا. عدى كذا يوم وأنا تعبانة ومحتاجة للحاجة دي، كلامه بيضرب في دماغي، الكلام بتاعه إنه أنا موجود، خلاني أتخيل نفسي معاه، أو يجي ليا تخيل إن إحنا مع بعض دلوقتي، وإني أنا محتاجة العلاقة دي،
ومع ذلك كنت بحاول برضه إني أنا أمسك أعصابي وإني أنا أصبر نفسي وإني أنا هقول لأ، أنا هتجوز أيا كان اللي ابني قاله. هو أكيد يعني مش هيعمل كده، هو بس تلاقيه بيهددني وخلاص. ومش فاهمة سبب رفضه بصراحة، هو أصلا مفيش سبب واضح، اللي هو يعني قال لي هقتلك وهقتله، بس إيه السبب مش قادرة أفهمه بصراحة. فالمهم ابتديت إني أنا أصبر نفسي وأقول استني بس شوية وهشوف هاخد قرار إيه وهتصرف إزاي في خلال أسبوع. بعد الأسبوع ده ما خلاص ما أوريدي بقيت جهزت نفسي إني أنا إيه هواجه ابني تاني، وإني أنا هشوف الخطوة بتاعة الجواز دي بطريقة جدية بقى أكتر من كده، وهشوف عريس فعلا وهتجوز فعلا. لما لقيت أصدقائي أغلب الناس اللي هم بشوفهم يعني برضو نفس السن بتاعي، وصاحبتي كانت بتقولي إن هم يعني جواهم شباب وبرضه يعني حابين الحياة كده، يعني ما يكونوش هيفكروا إن هم يتجوزوا. ما تخافيش يعني مش هتاخديه تقعدي بيه ممرضة، هو إنسان قوي وكل حاجة وخلاص. ابتديت إن أنا إيه آخد خطوة بقى ناحية إيه الجواز، إلا إني كنت في يوم نايمة بقى كده وواخدة راحتي، واليوم ده كنت تعبانة جدا، والموضوع مش عارفة يعني أطلعه من بالي، ومحتاجة فعلا خلاص يعني محتاجة الحاجة دي. كان اليوم ده ابني راجع، على العكس يعني هو ما بيجيش البيت كل يوم يعني، ومن حظي بقى إن هو اليوم ده جه. بس أنا فعلا كنت نايمة، وكالعادة جاي شارب لما مش شايف قدامه، وصحيت من النوم لقيته بيتعامل معايا وكأنه فعلا جوزي اللي نام جنبي، مع طبعا شعور الرغبة اللي كان أصلا متواجد جوايا، إني أنا ما قدرتش إن أنا أمسك نفسي، ولا عرفت إن أنا أسيطر على نفسي خالص، في حين إن هو كان ساعتها سكران. يعني أنا كان ممكن لو زقيته أو ضربته، أنا بقول لكم الحقيقة، كنت ممكن أطلعه بره الأوضة بأي شكل بقى وأقفل على نفسي، لأنه هو كان مدروخ من الخمرة، ما كانش مركز. ولكن أنا لما حسيت بالإحساس بتاع المتعة معاه، لقيت نفسي سبته يكمل عادي جدا. بالعكس، أنا انبسطت قوي في اليوم ده. والشيطان بجد كان غريب، خلاني ما اتضايقش وما زعلتش من الخطوة اللي هو عملها دي، رغم ان انا اتضربت وفعلا ما كنتش بفكر فيها. معرفش السبب اللي خلاني اسكت الوقت ده، هل هو الشعور بالاحتياج الجسدي؟ ولما هو قال لي الفكرة انا قعدت افكر فيها كتير قوي، فبقيت تقريبا بقى انا كنت مهيئة ان انا اعمل الحاجة دي معايا ولا ايه بالظبط. انا ما بقيتش قادرة اعرف، ولكن الحاجة دي حصل اليوم ده، ونمت وصحيت وهو جنبي، ولقيته هو كمان مستمتع ومبسوط وبيتكلم معايا وكأنه مش ابني، كأنه حبيبي. للأسف الموضوع ده ما وقفش لحد هنا، وتكررت العلاقة دي بشكل كتير جدا. أنا وهو عايشين لوحدنا في البيت، وابتدينا إن إحنا نتعامل مع بعض لوحدنا كأننا فعلا متجوزين، لدرجة إن الأيام اللي هو ما كانش بيجي فيها البيت أنا كنت بزعل وبتضايق، وابتدي إن أنا أتصل أسأل عليه وأقول له أنت ما جيتش ليه، خصوصا إن أنا ببقى يعني فاهمة ساعتها إن هو بايت بره، يعني بيكون بايت بره مع واحدة تانية، يعني هو هيبات بره البيت ليه؟ لما بيسهر بره البيت هو وصحابه وبيشربوا بقى وبيبقى معاهم بنات وكده. فابتديت أحس بقى بالغيرة، إني أنا بقى عايزة الحاجة دي ليا لوحدي. أنا والشيطان بجد بيقعد يستدرجلك كده لما أنت بتبقى نفسيتك يعني ضعيفة وسايبة نفسك للتفكير اللي هو بيهيئهولك ليك. لما بتسيب نفسك كده وما بتحاولش تقطع تفكيرك، وفعلا بيقدر يخليك تفكر في الحاجة اللي انت كنت أصلا رافضها من البداية، ومش متخيل ان انت أصلا ممكن تعملها في يوم من الأيام، إلا إنك بتلاقي نفسك انسحبت ليها، لإنك بتسيب نفسك للتفكير أصلا فيها. وهي دي كانت مشكلتي تقريبا، إني أنا ابتديت إني أفكر في ابني طول ما أنا قاعدة، وده خلاني تهيأت ليه تماما، وبقيت بحس بالرغبة ناحيته. ولما ما يجيش أتصل وزعقله وبهدله وأقول له أنت لازم تيجي، ما ينفعش تبات بره البيت وتسيبني كده، أنت فاهم إني أنا ببقى محتاجة. وبقت علاقتي أقرب طبعا، مش علاقة أمومة نهائي. وابتديت بعد كده إن هو فعلا يكون متواجد معايا، بصرف النظر بقى عن سني، لكن أنا كنت باخد حاجات يعني تمنع الحمل في الفترة دي، عشان يعني ما يحصلش حمل ولا أي حاجة. ولكن هو كان ليه علاقات بر البيت كتير قوي. عدت الأيام
وابتديت إن هو العلاقات بتاعته بره البيت دي ومعايا يأثر معايا أنا. هيجي مثلا حتى لو جه البيت علشان أنا مزعلش، ما يبقاش يعني عايز يعمل حاجة، فيدخل على أوضته. هو لما بيدخل على أوضته أنا ساعتها بفهم على طول إن هو يعني مش مستعد إن هو يعمل معايا حاجة، وأنا طبعا ببقى مجهزة نفسي ومستنياه خلاص بقى، وببقى مهيئة. ودي أصلا طبيعتي، أنا كنت بعمل كده مع جوزي، كنت يوميا لازم الحاجة دي تكون موجودة. بحب الاستمتاع بالحياة، بحب أخرج، بحب أتفسح، بحب أعيش كل لحظة في الدنيا، كل حاجة ببقى، حتى الأكل يعني بحبه، بحب اللبس، بحب الخروج، بحب الفسح، بستمتع بكل حاجة أنا بعملها. فلما بلاقيه بقى جاي تعبان كده أو مجهد أو ما عندوش استعداد إن هو يعمل معايا، ما كنتش إن هو يعني يعمل الحاجة اللي هو على سنه الصغير ده ما عندوش خبرة فيها. لا، هو كان بيمارس الحاجة دي فعلا بشكل ازاي معرفش، إذا كان بياخد مقويات، فيتامينات، أي حاجة ولا لأ. بس المهم ابتديت إن أنا ألاقيه، يعني لما ألاقيه كده هو تعبان معايا كده، أروح داخلة الأوضة وابتدي إن أنا ألعب أو أهزر معاه لغاية ما فعلا ألاقيه برضو إن هو يمارس معايا الحاجة دي. عدت أيام كتير مع بعض، تقريبا 3 سنين. كل صحباتي يقولولي انتي لغيتي فكرة الجواز ليه؟ احنا جايبين ليكي فلان ده عايز يقعد معاكي، أو فلان ده حتى. بنتي قالت لي يا ماما، مش انتي قلتيلي ان انتي عايزة تتجوزي وانتي فعلا خلاص كنتي واخدوا الموضوع بشكل جدي؟ طب ايه اللي حصل يعني؟ أقول لهم لأ مش عارفة، مش لاقية حد مناسب، واتهرب بأي حاجة بقى وأعذار. لحد لما في النهاية قعدت مع نفسي كده وقلت ايه اللي أنا فيه ده؟ هيكون ايه مصيري بعد اللي بعمله ده؟ يعني ازاي كده؟ نهار أبيض، ده ابني، هو أنا ازاي عملت كل الحاجات دي وأنا اوريدي جوه الحاجات دي؟ فاتكلمت معاه وقلت له أنا حاسة إني أنا بعمل ذنب كبير قوي وبتغاضى عنه. طب أنا ممكن أموت دلوقتي. طب أنا كنت في الأول يعني مش عايزة أعمل الحاجة الحرام دي وعايزة إن أنا أتجوز. لا، ده أنا دلوقتي مش بعمل حاجة حرام، ده أنا بعمل مصيبة، كارثة سودة. ربنا حلل لينا الجواز ومحرمش الجواز، ومن حقي يعني إن أنا أتجوز، ولو جوزي ده ما عجبنيش ولا حسيت بالمتعة معاه، من حقي إن أنا أتطلق منه. ممكن أشوف واحد تاني، لو اتجوزت 1000 مرة واتطلقت واتجوزت عادي جدا، غير بعد ما تعد يعني المهلة اللي هي العدة، مفيش مشكلة عليا، وربنا مش هيقولي انتي غلطتي. لكن اللي أنا بعمله ده مصيبة سودة، أنا حاسة إن البيت ده هيولع بينا. يعني إزاي اتغطيت عن الحاجات دي؟ الحاجات اللي ربنا محللها لي، والحاجات اللي هي في إيديا إن أنا أعملها وما فيهاش حاجة غلط عليا ولا حرمانية. حتى أبوكي كان راجل كبير وكان قوي جدا معايا، وكان بيبسطني، وما كانش بينقص من العلاقة اللي أنا بحبها ده أبدا. يعني معنى كده إن أنا ماليش أي مبرر في اللي بيحصل ده ما بيني وما بينك. العلاقة دي لازم تنتهي. أنا غلطانة، أنا ندمانة، أنا اتضايقت من نفسي جدا. أنا إزاي عملت كده؟ إزاي ما قعدتش مع نفسي القعدة دي؟ إزاي ما كلمتش نفسي في الصح؟ إزاي قعدت أتخيل نفسي معاك؟ وهو ده اللي وداني في داهية. أنا مش عايزة الشيء ده خلاص، ولازم تبعد عني. فلقيته بيقولي أنا المرة دي بقى مش هخليكي تتجوزي بجد، وهقتلك بجد، وهقتل اللي انتي هتتجوزيه، لأن ما عنديش أي استعداد إني أنا أسيبك. أنا كنت الأول بقولها لك كده وخلاص، علشان يعني أنا مش عايزك تتجوزي. كنت فعلا عايز أعملك الحاجة دي، يعني من باب إن أنا كنت عايز أريحك انتي. لكن أنا دلوقتي بقيت بحبك، وما ينفعش أعمل الحاجة دي إلا معاكي انتي. بحبها أكتر من كل البنات اللي أنا مارست معاهم الحاجة دي. قلت له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت مجنون. طب لو واحدة يعني في حياتك، أنا عندي استعداد إن أنا أجوزها ليك، ما عنديش أي مشكلة إن أنا أجوزك، واللي أنت عايزه كله أنا هعمله ليك. راح قايل لي أنا مش عايز أتجوز. أنا بقولك بجد، يعني أنت فيكي الإحساس عندك أنت غير كل البنات اللي أنا اتعاملت معاهم. فمعرفش بقى السبب في ده، أنا علشان كنت مشتاقة الحاجة دي فبعوضها معاه، غير برضو البنات. يعني مش عارفة هو ليه قال لي كده. فقلت له لأ، أنا عارفة إني أنا غلطانة، وعارفة إني أنا اللي وصلتك للحاجة دي، بس بجد أنا حاسة إن إحنا الاتنين هنولع في البيت ده، أو في عقاب ربنا هيبتلينا بيه في الدنيا وهيكون قوي جدا. وأنا مش عايزة إن أنا أخسر دنيتي وآخرتي،
لأ، ربنا اداني حق، عايزة أمارسه. إزاي أنا كنت خايفة إن أنا أعمل الحاجة الحرام مع واحد، أقوم أعمله معاك أنت وأنت ابني؟ راح قايل لي: أنتِ مكبرة الموضوع ليه؟ ليا أصحاب كتير هنا بيعملوا كده، وبيتعاملوا مع مامتهم عادي جدا، وأبهاتهم كمان عايشين، وفي بنات عارفة أبهاتهم هم اللي بيعملوا معاهم العلاقة دي. دي متعة جنسية، مفيش فيها مانع ولا مفيش فيها حرمانية. ما تكبريش بقى الموضوع ده. انت ليه بتفكري بالطريقة دي؟ انت بقالك كام سنة عايشة هنا، ما تعلمتيش حاجة؟ أنا ما عنديش استعداد إني أنا أتنازل عن العلاقة اللي حصلت بيني وبينك، ومفيش سبب مقنع يخليني أبعد عنك. طب يا ابني، أنا عايزة أجوزك أنت، أنا هعمل ليك كل اللي أنت عاوزه. طب خلاص، مش عايز تتجوز؟ خلاص، طب شوف حياتك أنت، وقول بقى إني أنا بس إيه، أسهيه وأبعده عني، وأحاول إن أنا أصلح الغلطة دي اللي أنا مش عارفة أصلا ربنا يسامحني ويغفر لي عليها ولا لأ. وهو برضو بدأ يبقى متمسك كده بيا بطريقة أكتر من المرة الأولانية. كل طريقته هو بيتكلم معايا أكتر بكتير من المرة الأولانية. فابتديت أحس فعلا إني أنا غلطت حتى في تربية ولادي. حسيت إن ربنا وقعني في الغلط والشر ده بسبب التربية اللي ربيتها ليهم. أنا سبته يعيش زي الأجانب، معلمتهوش أي حاجة عننا، معلمتهوش حاجة الحاجات الشاذة، ولو حتى أنت بتشوفها يعني بتحصل حواليك، فهي مش المفروض تتعمل. في كل حتة في العالم جرايم من دي، وفي حاجات من دي بتحصل، لكن هنا هي معروفة إن هي غلط، وهي مثلا في دولة عربية معروفة إنها شاذة، معروفة إنها مش صح، لكن هم هناك بيتعاملوا كأنها حاجة طبيعية، بيتكلموا فيها مع بعض قدام الناس عادي جدا. ممكن واحد بيبقى بيحب واحدة عادي جدا ويبقى عايش معاها كأنهم متجوزين مع بعض، وما عندهمش مشاكل في الحاجات دي خالص. أنا إزاي ما خدتش بالي من تربية ولادي؟ وإزاي ما عرفتهمش إن أنت يعني لو بتشوف الحاجة دي فهي مش صح، هي غلط، هي حرام، هي محرمة عندنا. أنا ما بقولش إنها ما بتحصلش، هي بتحصل، لكن هي غلط، ما هياش صح. أنا إزاي سبته ساعتها؟ أكيد ده عقاب ربنا ليا. أنا أصلا أعمل كده مع ابني؟ ربنا بيديني النهاية اللي أنا أستاهلها. وقلت له: أنا مش معقول هموت وأنا عاملة مصيبة زي دي، وأنا عايشة بيها وعايشة جواها. أنا لازم أبعد، لازم أصلح الموقف. مش عارفة أعمل إيه، ومش عارفة أتصرف إزاي، وحاسة إن ربنا هيعاقبني عقاب أشد من اللي أنا فيه. برغم كل محاولاتي مع ابني، إلا إن هو ما بيرضاش إن هو يسيبني، ولحد الآن هو بيتعامل معايا. بس دلوقتي يعني بيبقى الموضوع غصب عني، يعني دلوقتي ولا بروح أهزر معاه ولا بقوله تعالى ولا أي حاجة. لكن لما بيجي وبيلاقيني لابسة كده لبس محتشم، أو إن أنا قاعدة لوحدي، ابتدى إن هو يزق الباب، ابتدى إن هو يتعامل معايا بعنف، ابتدى إن هو يقطع هدومي من عليا علشان يمارس معايا العلاقة. وكل ده أنا دلوقتي عايزة أبعد عنه، بس مش عارفة إيه الحل الصح اللي أنا المفروض أعمله بعد ما جرأته عليه بالشكل ده. يمكن أنا فعلا الغلطانة في التربية دي، ويمكن أنا اللي غلطانة إني أنا سبته لما اقترح عليا الفكرة دي. قعدت أفكر فيها كتير لدرجة إني أنا خلاص اتهريت. هو لما مد إيده عليا لقيت نفسي اتعاملت معاه وكأنه مش ابني. لكن في النهاية أنا دلوقتي حاسة بغلطتي، وعايزة أصلح الغلطة دي، وعايزة أصلح ابني معايا. تفتكروا إيه اللي المفروض إن أنا أعمله علشان أصلح ابني معايا، وأصلح نفسي، وأصلح الغلطة الكبيرة دي اللي أنا عملتها وسبت نفسي فيها؟ لعل وعسى ربنا راح يرحمني وسامحني. والشيطان بجد بيتدخل ليك من كل حتة انت بتبقى ضعيف نفسيا فيها، وبيدخل ليك وقت حزنك ووقت زعلك ووقت جرحك من حاجات في حياتك فعلا انت محتاجها. ساعتها بيقدر يسيطر على تفكيرك، وما بتوقفش التفكير اللي انت فيه. بتمنى من كل قلبي تكون القصة بتاعتي ملهمة، أو حتى خيالة في دماغه كده الحاجة هي أصلا غلط، أو حتى تكون حرام. لو الشيطان بيبدأ ليك الفكرة فيها، بتبتدي إن هو يتمادى ويهيئلك نفسيتك كده اللي انت أصلا بتعملها. لكن من الصح، واللي أنا شايفاه إن فعلا صح، واللي أنا جربته بعد كده، إن انت أول ما تفكر في الشيء الغلط، لما توقف تفكيرك عليه، بتبتدي إن انت بعديها ما بتعملهوش. وده فعلا اللي أنا جربته ونفع معايا. بس مش قادرة أخلي ابني يفهم الفكرة دي، وللأسف تربيته في المكان ده خلته فاكر إن الموضوع ده حاجة طبيعي وكونه مباح، وإني أنا الغريبة وسط الناس دي بسبب رفضي للعلاقة الحميمة معاه. ياريت تقولولي رأيكم في القصة، وبكده تكون وصلت معاكم لنهاية القصة.
ولو كملتوا معايا القصة لحد هنا ما تنسوش تشاركونا برأيكم في التعليقات، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وياريد لو تعمل شير لأصحابك وحبايبك علشان هم كمان يستفيدوا من القصة دي، وأتمنى أسمع رأيكم في التعليقات.